أهلا بيكم في كلام إلهام. أحيانا بنلاقي فيه شخص معين كده يجي يقعد جنبنا وبيحكي لنا مشكلة من المشاكل اللي مرت عليه في حياته. الحقيقة هو بيبقى متأثر جدا بالمشكلة دي وحاسس إن دي نهاية الدنيا، وإن المشكلة اللي حصلت له ما حصلتش لحد تاني قبله ولا هتحصل لحد تاني بعده. كلنا مر علينا الموضوع ده مع حد من صحابنا، أكيد مش كده؟ الشخص بيجي يقعد جنبنا وبيطرح مشكلته علينا. الحقيقة لما ده بيحصل الشخص ده بيبقى ليه اتجاهين من ان هو يقعد معانا ويعرض مشكلته. اول اتجاه منهم ان هو بيكون فعلا عاوز حل للمشكلة وفعلا مش قادر يوصل لوحده ان هو يحط خطوط عريضة لمشكلته وحلها ايه. واجب عليكم في الحالة دي ان انتوا فعلا تقدموا له نصيحة وتقدموا له حل لمشكلته، وهو بقى يقدر يقرر ويشوف اذا كان الحل ده مناسب لطبيعة مشكلته، وهل فعلا ده حل لمشكلته ولا لا. ده قراره هو. الاتجاه التاني اللي بيكون يقصده الشخص من القعدة دي هي مجرد الفضفضة. هو بس بيفضفض، عاوز يخرج كل اللي جواه، عاوز يلاقي حد يسمعه، حد يشاركه اللحظات الحزينة اللي هو بيمر بيها. مش قصده خالص ان حد يقدم له اي مشورة ولا حل لمشكلته. هنا مش مطلوب مننا غير ان احنا نطبطب وبس، ونحسس الشخص ده ان احنا جنبه، وان اي حاجة تحصل له احنا حاسين بيها ومتعاطفين معاه علشان اللي مر بيه ده. لكن الغلط وكل الغلط ان احنا نقوله لا، ما انت اللي غلطان، انت كان المفروض تعمل كذا وكذا، ومشكلتك دي حلها كذا وكذا وكذا. هنا احنا بنقفل الشخص اللي قدامنا ده مننا تماما، لانه مش عايز كده. هو محتاج مجرد تعاطف، محتاج مجرد طبطبة، محتاج يحس ان في حد جنبه وخايف عليه او خايف على مشاعره. خلوكوا انتوا الشخص ده اللي لما حد يلجأ لكم تكونوا انتوا الايد اللي بتطبطب على الشخص ده وبتحاول تخرجه من احزانه، طالما هو ما طلبش منكم حل لمشكلته.